شاف الوطن العربي ده كله، الوطن العربي ده كده كله، مفيش حد يعرف يقعد القعدة دي فيه ولا يتجعس كده غير المصري والمغربي، عشان هم دول اللي لحد دلوقتي في دور ال 32. مفيش حد في الوطن العربي كله هيعرف يقعد يتجعس كده، يقعد يتجعس كده زي ما انا قاعد كده. مفيش. يا جماعه، انا بقالي كتير قوي ما عيطتش من الكوره، او عيني ما دمعتش من الكوره، او ما حسيتش الاحساس ده من الكوره. يعني قسما بالله بقالي كتير. اللي عارفني عارف ده، يعني اللي عارفني عارف ده. انا راجل بشجع الاهلي، بس انا ممكن بقالي 3 سنين مثلا ما عشتش مع الاهلي اللي انا عشته ده. خدنا فيهم افريقيا في ال3 سنين دول، وخدنا فيهم دوري، خدنا فيهم، بس ما عشتش ده. بشجع اليونايتد، ما عشتش ده. ف بجد انا مش مصدق ان انا بعيش الحلم اللي انا من وانا طفل. زي ما عيطت ساعه كاس عالم 2010، بس كنت بعيط من القهر لما ما صعدناش. وكاس عالم 2014 عيطت لما ما صعدناش. كاس عالم 2018 عيطت لما ما عدناش في المجموعات. كاس عالم 22 عيطت لما ما صعدناش. النهارده تقريبا اول مره عيني تدمع كده واحس ان انا بعيط وانا فرحان ومبسوط ان انا هشوف منتخب مصر في دور ال 32. بجد انا مش عايز اتكلم في كوره. يعني انا مش عايز، حاسس ان انا مش عايز اتكلم في كوره، مش عايز اتكلم في فنيات. في حاجات كتير قوي هنتكلم فيها، بس انت عادي ممكن تروح تتفرج عليها عند اي حد تاني. ممكن تروح بقى تتفرج عليها عند احمد عز بقى، وتتفرج عليها عند آه، شادي حبشي، وتتفرج عليها عند ابو زيد الكوير، تتفرج عليها عند مليار حد بيتكلم في الكوره احسن مني وبيتكلم في فنيات احسن مني. انا لا شيء. بس انا النهارده حاسس ان انا مش عايز اتكلم في كوره، انا عايز اتبسط. انا مبسوط، مش عايز الوم حد. في ناس محتاجه تتلام، وفي ناس محتاجه نشيد بيها. انا مصطفى شوبير، بجد بجد، انا لو عايزني اقيم مصطفى شوبير، انا هشغل لك فيديو هو كفيل يقيم مصطفى شوبير لوحده. يعني الفيديو ده هو ده تقييمي لمصطفى شوبير. يعني اللي هو ابن الوز عوام وبتاع. انا ابن الوز عوام، واللي مش عايز اقول لك اللي مش عاجبه ايه، انت فاهم. انا ابن الوز عوام، وانا هوريكم ابن الوز عوام ده هيعمل ايه، او هيخليكم تتكلموا عليه ازاي بعد فتره ومش كبيره ان شاء الله. انا هعرف ارد على الناس دي كويس ازاي. وافتكروا الاسم ده، مصطفى شوبير. مصطفى شوبير، يعني ده لو انا ينفع اتكلم، مفيش اي كلام في الدنيا هيخليني اعرف ادي الراجل ده حقه خالص. الفيديو ده هو اكبر كريدت ممكن تبروز بيه مشوار لعيب كوره مصري في التاريخ. يعني انت النهارده لو جيت قلت لي ايه هو احسن رد اعتبار مصري حصل في التاريخ، مش هقول لك نجاح محمد صلاح في اوروبا بعد ما اترفض من الزمالك، مش هقول لك نجاح ابو تريكه في الاهلي بعد ما كان بيلعب في الممتاز بيه في الترسانه، مش هقول لك مش هديك اي مثال في الدنيا لحد ما اموت رد اعتبار احسن من الفيديو ده، واحسن من ده، احسن من مصطفى شوبير اللي انا متذكر قوي فترته في الناشئين مع الاهلي، لما كان هو مواليد 99 وبيتصعد يلعب اساسي مع ال97، والناس كانت بتقول بيعمل ده بيحصل عشان خاطر ده ابن شوبير، وبيلعب في المنتخب الاولمبي عشان ابن شوبير، وبيلعب في منتخب الشباب عشان ابن شوبير. وهو طلع وهو لسه طفل. الفيديو ده اعتقد كان مصطفى شوبير يعني ما تمش 20 سنه، او 21 سنه او 22 سنه، مش طفل، بس كانش لسه نضج. بس تتخيل ان هو عقليه حد صغير في السن طالع في فيديو هيتمسك عليه كمان كام سنه قال ايه. فده اكبر رد اعتبار لمصطفى شوبير، هو اللي رده لنفسه. يعني مش حد اللي جه رد له الاعتبار، هو مصطفى شوبير اللي رد الاعتبار ده لنفسه. مش عايز اطول في الحته دي. بس انا كنت واثق
في المنتخب ده، وكنت واثق في حسام حسن ثقه عمياء. ومن ايام افريقيا وانا بدافع عن الراجل ده، بين الشوطين نزلت بوست انتقدته فيه، بس كالعاده احرجني ورد عليا في الدقيقه 48 او في الدقيقه 50. انا قاعد بتفرج، فجاه لقيت امام عاشور جه من اخر الدنيا بقى جناح يمين، ومرموش راح بقى جناح شمال، وصلاح بقى فولس ناين او صانع العاب، او شوف بقى انت عايز تسميها ايه، وزيكو بقى هو الاسترايكر. فاللي حصل ايه؟ فاللي حصل ان في الدقيقه 53 زيكو الكره اتلعبت من لمسه واحده بالتدرج من الدفاع، ودي كانت تاني مره تحصل بعد ما حسام حسن ما قلب الخطه وخلى زيكو سترايكر. وانا بين الشوطين كتبت ان زيكو لازم يخرج. انا بقول لك اهو الكلام ده، انا بين الشوطين كتبت ان زيكو لازم يخرج. وللاسف احنا محتاجين مهاجم بروفايل مصطفى محمد للماتش ده، ومفيش ولا لعيب على الدكه البروفايل بتاع مصطفى محمد. وما ينفعش تنزل حمزه عبد الكريم عشان هتضغطه، طب هتنزله مطالب ان هو يجيب وانت خسران 1-0 في ماتش في كاس عالم، ماتش صعود، فهيتحرق. فانا كنت شايف ان زيكو يطلع، بس حسام حسن رد احلى. هو ما طلعش زيكو، هو غير مركز زيكو. بدل ما هو كان رميه ناحيه اليمين متطرف، قام جاي حاطه في القلب، خلاه هو الاسترايكر، خلى عمر مرموش هو الجناح الشمال، خلى امام عاشور الجناح اليمين، خلى محمد صلاح صانع الالعاب او المهاجم الثاني اللي تحت زيكو. والنتيجه انك رحت في ال10 دقائق دول بثلاث اربع هجمات كلهم اخطر من بعض، لحد ما ربنا كرمك وجبت الجون في الدقيقه 57 بعرضيه من محمد هاني. محمد هاني اللي انا كنت الشوط الاول يعني كاتب له كده بالظبط، كاتبها له كده شارع جاست، يعني كاتب كده هي الهنت شارع جاست. وبالمناسبه شارع جاست ده برضو يعني وانا بكتبها والله العظيم ما كنت قاصدها، بس شارع جاست ده هو شارع عندنا هنا في الزهراء مدينه نصر، اسمه كده شارع جاست عشان في جاست جيم. فهو محمد هاني بقى كان فاتح شارع جاست ده، يعني شارع جاست ده كان محمد هاني اللي كان هيركب اتوبيس، بدل شارع جاست معاك يا اسطى محمد هاني، شارع محمد هاني معاك. يعني انت محمد يا هاني كده كده يا عم الاسيست خلاص، الاسيست محالي كل القرف اللي انا شفته في الشوط الاول ده. بس انت تعمل ماتش زي ده على دوكو وجاست يعمل فيك كده الشوط الاول. يعني انا احكيها ازاي؟ يعني انا يوم ما اجي احكيها لاولادي هحكي لهم ازاي؟ اقول لهم ايه؟ اقول لهم يا جماعه احنا كان عندنا باك رايت اسمه محمد هاني، واوريهم الاول، اوريهم فيديوهات دوكو، وبعد كده اوريهم فيديوهات جاست ده لو لقيت له فيديوهات اصلا. يعني جاست ده انا لو لقيت له اصلا فيديوهات اوريهم فيديوهات دوكو، اقول لهم شايفين ده؟ شايفين الوينج اللي كفر كل باكات العالم ده؟ احنا كان عندنا باك رايت في منتخب مصر اسمه محمد هاني، وفي النادي الاهلي عمل عليه ماتش لدرجه ان المدرب نقله للناحيه الثانيه، بعد كده قام مخرجه. بعد كده جه اقول لهم بقى ان جه جاست عمل على هاني الشوط ده، بس يغفر له ايه؟ يغفر له اسيست الجول الاوفر اللي على دماغ زيكو بالمسطره. وبعد الجمله اللي اتكررت كذا مره من اول الدقيقه 50 لما حسام حسن لعب في الاربعه اللي قدام دول، وخلى زيكو مهاجم، وخلى صلاح وراه او جنبه، وخلى امام عاشور جناح يمين، وخلى مرموش جناح شمال. الحب جاني انا افتقدت مصطفى محمد. وبقولها تاني، انا كتبت البوست ده على الفيسبوك بين الشوطين ان للاسف الماتش ده انت كنت محتاج فيه مهاجم زي مصطفى محمد. اجسام لعيبه نيوزيلندا هي اجسام قوم عاد، اقل واحد فيهم 190 سم، اقل واحد فيهم 190 سم. لما كان الواد اللي هو اسمه ايه اللي جاب الجون، مش عارف اسمه، حاجه مان كده، الواد ده لو كان موجود ايام السير اليكس كان السير اليكس ضمه لليونايتد، بسبب ان ده ستايل السير اليكس بقى، اللي هو العيال الطويله اللي زي فيرديناند وفيديتش الغبي الحمار اللي ما بيتفهمش ده. الواد بجد غريب كان كل كوره بيجي فيها هو ومرموش جنب بعض. حد شاف فيلم الانس والنمس بتاع محمد هنيدي؟ شفتوا الجارد الطويل قوي ده اللي هو كان مع محمد هنيدي؟ هو كل هجمه
كنت بشوف فيها مرموش مع المدافع اللي جاب الجول رقم 15 بتاع نيوزيلندا ده، كل ما بشوف الكوره مع مرموش والواد ده داخل عليه، انا قدام عيني محمد هنيدي في فيلم انس والنمس لما كان واقف جنب الجارد بتاع القصر اللي هو الطويل قوي ده. ما شفتهاش غير كده. مرموش اسوأ نسخه لعمر مرموش انا شفتها في حياتي. هبدا فعلا اقتنع ليه كان جوارديولا مش بيلعبه، هبدا افهم بقى ليه جوارديولا ما كانش بيلاعب عمر مرموش. احنا كنا بننتقد جوارديولا ازاي اصلا كنا بننتقد جوارديولا. جوارديولا لو قال على ميسي وحش بعد كده المفروض دي صعبه. انا اسف. جوارديولا لو قال على رونالدو وحش دي صعبه برضه، عشان محدش يشتمني، دي صعبه. جوارديولا لو قال على مرموش وحش فهو يبقى وحش فعلا، عشان ده جوارديولا. انا تفهمت بقى دلوقتي ليه كان بيبقى السيتي خسران والاقي جوارديولا بينزل فودن وبينزل مين تاني؟ مفيش حد تاني كان بينزل، كان بيقعد ينزل لعيبه في نص الملعب، وكان بينزل ايت نوري، وكان بينزل كل اللعيبه في كل المراكز، بينزل نسان اكي، كان بينزل لعيبه في كل حته، ما كانش بينزل مرموش. انا تفهمت دلوقتي هو كان فعلا بيعمل كده ليه. ودي برضو حاجه هلوم فيها حسام حسن، ان هو مرموش دلوقتي حاسس ان انا المهاجم الاساسي، مفيش حد غيري. حمزه عبد الكريم مستحيل يبدا، زيكو اكيد مش هيحرقوا ويلعبوا فيرود من اول الماتش، تريزيجيه لا مش هينفع يلعب سترايكر صريح، ابراهيم عادل ما بيلعبهاش، انا المهاجم الاساسي. طيب امتى كان مرموش هيبقى مشدود؟ لو في بره حد فرده تقيله تخوفه. مين فرده تقيله في مصر كلها؟ مفيش غير مصطفى محمد. فلو كان ده سبب اوحد يخليك تستدعي مصطفى محمد، انا بعد ماتش النهارده ده انا بقيت شايف ان لا، انت كان لازم تستدعي مصطفى محمد. بسبب ماتش زي بتاع النهارده ده انا اكتشفت ان كان لازم تستدعي مصطفى محمد. انا كنت عايز اطلع النهارده احتفل واتبسط وبجد انا يعني ما اعتقدش ان انا هنام من الفرحه، بس في حاجات يعني لازم اتكلم فيها للاسف حرق دمي زي موضوع مرموش ده. فانا بشوف ان غلطه حسام حسن في ان هو ما استدعاش مصطفى محمد، حتى لو انت مش هتلعبه بس على الاقل هو قاعد بره بيهت مرموش. ليه؟ لان انت مرموش انت خدت منه في افريقيا احسن من كده بكتير، عشان كان مصطفى محمد قاعد بره مستنيها. لكن انت المره دي بتقول له انت انا ما عنديش غيرك، فانت اللي كده هتلعب وحش حلو، فانت كده اللي هتلعب. فعلامه استفهام كبيره قوي 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 على مرموش، ونفسي ابراهيم حسن وحسام حسن يتكلموا معاه ويشدوه. فعشان بس الحته دي برضو ما تاخدش اكتر من من نصيبها. الدقيقه 67 1 2 اوروبي تاريخي من بعد زيكو ال 50 دقيقه الاولى حاجه، وزيكو من الدقيقه 50 لحد ما خرج لما اتحول سترايكر حاجه تانية خالص. هتيجي تقولي طب يبدا سترايكر بقى خلاص، ده يبدا بقى ماتش ايران سترايكر. ما ينفعش تبدا بيه سترايكر. هو عمل ده عشان هو عمل الغير متوقع اللي لعيبه نيوزيلندا مش فاهماه. هو ايه ده؟ هو مش ده كان واخد الخط طول الماتش، واخد الخط؟ ايه اللي جابه هنا؟ فانت مش هينفع تنزل تسلمه لمدافعين اي منتخب هتلعبه من بدايه الماتش، يلا المهاجم بتاعنا هو امسكوه. فهي حلوه، هي حلوه قوي 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 من حسام حسن. القلبه اللي اتعملت دي حلوه قوي. زيكو لحد الدقيقه 50 حاجه، وبعد الدقيقه 50 حاجه تانية. الجون الثاني ال1 2 بينه وبين صلاح لحد ما صلاح حطها في الجون، لا بجد ده ستايل مهاجم، دي بساط وتحركات مهاجم. فبجد شابوه لزيكو، واسف ان انا قلت ان هو يطلع بين الشوطين، بس هو لو كان استمر على الجناح زي ما كان مدفون في الحته دي طول ال 50 دقيقه كان لازم يطلع. بس حسام حسن عمل اللي ما حدش يتوقعه، عمل اللي احسن من اللي كل الناس قالته، وده يدل على ان الراجل مركز، والراجل حافظ لعيبته، والراجل عارف اختياراته، وعارف هو مختار كل لعيب ليه، وعارف هو بيعمل ايه. بس مش هقول اكتر من كده. انا يعني حسام حسن خد مني تطبيل بما فيه الكفايه، فانا كلامي فيها هيبقى مجروح، لان الراجل بصراحه لحد يومنا هذا بيثبت ان هو الراجل الصح في المكان الصح، ويثبت ان هو
اللي بيعملوا بينا ده هو اوفر اتشيفمنت. وقلتها فري لسه منزلها من كام ساعه، ان اللي حسام حسن بيعمله معانا في السنتين اللي هو مسك فيهم المنتخب، هو بكل اللي بيدور حواليه ده وبكل الانتقادات وبكل اللي اتحاد الكوره بيعمله معاه، بكل ده هو الراجل بي اوفر اتشيفمنت بمنتخب مصر وباللعيبه دي. فده اللي عمله النهارده مع زيكو هو يدل على ان الراجل ده حافظ اللعيبه اللي هو مختارها، وعارف هو مختار كل لعيب ليه. نقله زيكو من هنا لهنا دي اتكلمنا فيها كتير، بس دي وجهه نظري. القرار الثاني في الدقيقه 67 جه منها الجون الثاني. بعد كده في الدقيقه 80 برضو اتعمل نفس ال1 2 ونفس التدرج اتعمل من خط الدفاع لخط الهجوم من لمسه واحده في الدقيقه 80، وجات لصلاح وصلاح ضيعها. قيمه صلاح بقى بتبان فين؟ قيمه صلاح بتبان في ماتش زي ده، بتبان في ماتش زي ماتش بلجيكا. محمد صلاح النهارده يعني لعب احسن من ما لعب في ماتش بلجيكا، رغم ان انا كنت شايف ان محمد صلاح في ماتش بلجيكا عمل ماتش خيالي. النهارده هو عمل ماتش فوق الخيالي. تعرف بقى قيمه الراجل ده في ايه؟ تعرف قيمه الراجل ده في ايه؟ في الكورنر. بص حاجه عبيطه ازاي، حاجه هبله ازاي، حاجه تافهه ازاي. شوف احنا لعبنا كام كورنر وكام كره ثابته طول الماتش، وكلهم يا اما لو اتلعبوا على مرتين بيحصل عجن ما بين امام عاشور وما بين صلاح وما بين مرموش. في الكور الثابته كلها كان بيحصل عجن، وفي الاخر بنفقد الكره بسهوله وما بنستغلش الكور الثابته اللي كانت بتجيلنا. لحد ما صلاح ما جه لعب الكورنر في الدقيقه 81. هو شايف لعيبه نيوزيلندا كلهم ما شاء الله ما شاء الله متر 90 متر 95 متر 93، قام رفع الاوفر على القريبه عند الركبه، في مستوى الركبه، واكيد مش صدفه، هو اكيد هو وتريزيجيه اتكلموا ان هو رفعها كده، فاترفعت بالاسلوب اللي انت شايفه ده. شوف كام كورنر قبله جالنا امام عاشور ما عملش، ما نفذش ولا واحد منه. شوف كام كره ثابته جات لنا قبلها مرموش ما نفذش ولا واحده زيها. شوف حتى بعد ما زيزو ما نزل جالنا كورنرات وجالنا كور ثابته، مفيش حد فدي قيمه لعيب بحجم صلاح، ان هو تفكير بره الصندوق. هم كلهم كده العبها على الارض، وتريزيجيه اتوفق فيها جدا وحطها. نقطه كمان عايز اقولها، وهي الرب ضرة نافعة. الرب ضرة نافعة، لان دي تفصيله صغيره اعتقد ان هي لو ما كانتش حصلت كان ممكن سيناريو الماتش يتغير خالص. وهي ايه؟ وهي اصابه حمدي فتحي. طيب هل لو كان حمدي فتحي ما اتصابش كان حسام حسن هيخرجه؟ وجهه نظر انا لا. وجهه نظر انا لا. انا واثق ان لو ما كانش حمدي فتحي اتصاب كان هيلعب 90 دقيقه عادي جدا، او كان هيلعب 80 دقيقه عادي جدا، وما كانش هيطلع اصلا خالص. طيب هل حمدي فتحي ما كان وحش؟ لا، هو حمدي فتحي كحمدي فتحي ما كانش وحش، بس حمدي فتحي كسيرد باك في 4-2-3-1 او 4-4-2 حاجه، وحمدي فتحي كسيرد باك او ليبرو في 3-4-3 حاجه تانية خالص. فده ظلم ليه. يعني انا النهارده لو جيت قيمت حمدي فتحي قلت ان حمدي فتحي مثلا لحد ما اتبدل في الدقيقه 40 واتصاب وخرج كان وحش، انا كده بظلم حمدي فتحي. ليه؟ لان ده مش مكانه ومش مركزه وما يتسالش فيه. طب تبديله رامي ربيعه دي عملت لي ايه؟ ارجع اتفرج على الماتش كويس. انت النص ساعه الاولى كلها او ال40 دقيقه الاولى كلها حمدي فتحي وياسر ابراهيم ما كسبوش ولا التحام هوائي مع كريس وود او مع اي لعيب من نيوزيلندا، ولا التحام هوائي. وارجع اتفرج على الماتش تاني 40 دقيقه الاثنين السرد باكات بتوعك ما كسبوش ولا التحام هوائي مع المهاجم او مع اي لعيب من نيوزيلندا لمده 40 دقيقه. طب لما حمدي فتحي اتصاب وخرج ورامي ربيعه نزل، كريس وود ما كسبش ولا التحام هوائي من بعد التبديله دي. اتلعب 5 دقايق واتلعب عليهم 5 دقايق وقت بدل ضايع، يعني 10 دقايق، واتلعب شوط تاني 45 دقيقه، تمام؟ يعني كده 55 دقيقه، واتلعب 10 دقايق وقت بدل ضايع، يعني 65 دقيقه تقريبا او 70 دقيقه اتلعبوا من اول ما رامي ربيعه ما نزل. كريس وود ما كسبش ولا التحام هوائي فيهم. طب ياسر قبل
نزول رامي ربيعه حاجه، وياسر بعد نزول رامي ربيعه حاجه تانية خالص. الكور العاليه اللي كان ياسر ما بيعرفش ياخدها من كريس وود، لما رامي ربيعه نزل سبحان الله ياسر بقى بيعرف ياخدها. طب ليه ده حصل؟ لان انا كنت مدافع، السرد باك اللي جنبك يا بيعليك يا بيوطيك، وانا مش بقول الكلام ده معناه ان حمدي فتحي كان موطي ياسر ابراهيم، بس حمدي فتحي ده مش مكانه. حمدي فتحي هو بقى مكانه لما بنلعب بليبرو وبيلعب هو الليبرو، وبيبقى على شماله مدافع وعلى يمينه مدافع، لكن المركز ده ظالم قوي لحمدي فتحي. فانا مش بلومه خالص. وسبحان الله الاصابه دي هي فعلا رب ضاره نافعه. ان انا بقول لك رامي ربيعه لما نزل انت خلاص الملعب حرفيا عمل كده، الملعب مال ناحيه نيوزيلندا. نزلت الشوط الثاني انت ضاغط نيوزيلندا، لما الكره بتتقطع من المهاجمين بتوع منتخب مصر وبتترد علينا الشوط الاول كله، لما انت بتبقى ضاغط والكوره بتتشتت بتلاقي كريس وود استلمها او لعبها بدماغه لجاست بقى والرجاله الحلوه دي الطايره دي، وبتتعمل علينا هجمه خطر. طب ايه اللي اختلف لما رامي ربيعه نزل؟ ان كل كره اتشتتت احنا كنا ضاغطين فيها وهم عايزين يطلعوا بمرتده ويسندوها على كريس وود، ياسر ابراهيم ورامي ربيعه بياخدوها منه. طب ياسر ابراهيم ليه تحول كده؟ لان يا جماعه عادي جدا السيرد باك مستواه بيعلى بالسيرد باك اللي جنبه. وانا انا اللي انا بقول لك ده انا واثق منه. اديك مليار مثال عالمي. شوف واحد زي ماتب ده، قبل ما فان دايك ما يجي ليفربول كان الجماهير ليفربول بتديله بالجزمه، ده اوسخ جزمه في انفيلد كانوا بيديله بيها. طب بعد ما فان دايك جه وماتب لعب جنبه سنتين، جماهير انفيلد كانت بتعيط لما ماتب كان ماشي. السيرد باك اللي جنبك بيفرق معاك جدا وبيعليك. ممكن اديك المثال ده على كل الانديه، على كل الانديه. ماجواير لما كان بيلعب جنبيه ليندلوف ايه، وماجواير لما لعب جنبيه دي ليخت او ليساندرو مارتينيز ايه. النهارده ماجواير احسن مدافع في اليونايتد بقاله سنتين من ساعه ما بيلعب جنبه مدافع تاني غير ليندلوف. هي السيرد باك بيعليك قوي. فرامي ربيعه التبديله دي هي رب ضاره نافعه بجد. انا ما اعرفش لو كان حمدي سليم كان هيكمل ولا لا، وكان حسام حسن هيغيره ولا لا، بس انا شايف ان التبديله دي هي رقم واحد اللي تيجي في ان هي قلبت الماتش، ثم يجي بعدها اي حاجه بقى. ثم يجي بعدها بقى اللقطه اللي انا بقول لك عليها في الدقيقه 50 لما خلى زيكو مهاجم ومرموش جناح شمال وامام جناح يمين وصلاح مهاجم تاني او صانع العاب. انا دي بالنسبه لي مش باهميه تبديله رامي ربيعه اللي هي اصلا جت معاك كده عشان خاطر حمدي فتحي اتصاب وخرج بس. ف دي كانت يعني رأيي المتواضع على الماتش. يعني زي ما بقول لك انا راجل على قدي، ما بحبش يعني على قدي مش عايز اتكلم في فنيات بقى والكلام ده كله، بس تقدر عايز تشوف الكلام ده تروح تشوفه في مليار مكان تاني. انا طالع النهارده اتبسط، اعبر عن فرحتي. اقسم بالله اقسم بالله يوم بالنسبه لي من اسعد ايام حياتي. انا مش مصدق ان هتفرج على مصر في الادوار الاقصائيه في كاس العالم، وهشوف مصر بتلعب قصاد منتخبات كبيره. ممكن اشوفها بتلعب قصاد فرنسا، ممكن اشوفها بتلعب قصاد اسبانيا، ممكن اشوفها بتلعب قصاد امريكا، ممكن اشوفها بتلعب قصاد منتخبات يعني اجمد مننا بكتير. وانا بحب اتفرج على الماتشات دي وبحب قوي المنتخب في الوقت ده. وعايز ادي كريدت كبير قوي لاحمد فتوح بجد. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ماتش كله بغلطه واحده في اول دقيقه، الكره اللي اتلعبت في ظهره زي كره الجون اللي دخل فينا بتاع بلجيكا، بس دي من حسن حظنا ان هي اتعملت في الدقيقه الاولى وعدت على خير، او في الدقيقه الثانيه. بعدها حرفيا صفر اخطاء لاحمد فتوح. عمل 3 أو 4 تغطيات عكسيه اقسم بالله زي الكتاب ما قال. زي لو فتحت كده كتاب التغطيه العكسيه، هنفترض ده كتاب التغطيه العكسيه، فتحت كتاب التغطيه العكسيه قريت البنود اللي مكتوبه فيه كلها ازاي كباك تعمل التغطيه العكسيه. مثلا هنفترض ان هم 10 بنود، فتوح عمل ال 11 النهارده في التغطيه العكسيه. ده كان بيعمل تغطيه مش عارف بقى دي اسمها ايه، بس هي مش عكسيه. يعني التغطيه العكسيه دي هو بيجي من الشمال لليمين، او بيجي مثلا من الشمال بيبقى بيتحول لمدافع بيغطي مكان المدافع اللي بيضغط. دي التغطيه العكسيه. هو النهارده كان بيعمل تغطيه في نص الملعب. فتوح كان بيخش نص الملعب كانه مروان عطيه، كانه مهند لاشين،
ويعمل تغطيه في نص ملعب. مروان عطيه ومهند لاشين عملوا مباراه كبيره قوي 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 قوي. شوبير اتكلمنا عنه، ياسر ابراهيم الشوط الاول حاجه، الشوط الثاني حاجه، رامي ربيعه ولا كلمه ولا كلمه. ما اعرفش ازاي الراجل ده ما بيبداش، ما اعرفش ازاي الراجل ده ما بيبداش، ما اعرفش ازاي الراجل ده ما بيبداش. محمد هاني شارع جاست، شارع جاست واللي منه. يعني تحيه لاي حد يتفرج عليا من الزهراء ساكن في شارع جاست. شارع جاست الجيم، مش جاست بتاع نيوزيلندا اللي كان فاتح شارع ورا محمد هاني، لا جاست الجيم. تحيه لاي حد ساكن في شارع جاست وبيتفرج عليا. مروان عطيه عمل ماتش عالمي، مهند لاشين عمل ماتش عالمي، امام عاشور هتكلم عنه كويس طالما هو لابس تيشيرت منتخب مصر مش تيشيرت الاهلي، عمل ماتش كويس اقل من ماتش بلجيكا بس اوفر اول عمل ماتش كويس. صلاح 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 هنعرف قيمته لما يعتزل. هتعرفوا قيمته او مش هنعرف، هتعرفوا عشان انا عارف ان كارهين صلاح كتير. هتعرفوا قيمته لما يعتزل قسما بالله، قسما بالله هتعرفوا القيمه اللي الراجل ده عاملها لنا كمنتخب وكبلد لما يعتزل. هتعرفوا قيمته في الملعب لما يعتزل، هتعرفوا قيمته لما يعتزل. محمد صلاح ولا كلمه، ربنا يحميك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تختم مشوارك مع مصر باذن الله بخروج مشرف من كاس العالم، سيمي فاينال، كوارتر فاينال، زي ما اللعيبه ما بتقول. اللعيبه بتقول ان هم عندهم امل، ان هم هدف ان هم يوصلوا سيمي فاينال. يا رب يا رب يا رب يعني تحصل عشاننا وعشان حاجات كتير من ضمنهم صلاح. يا رب افريقيا اللي جايه دي ربنا يكتبها لنا عشان خاطر صلاح يختم ببطوله مع المنتخب. مرموش مش هتكلم عليه، زيكو قبل الدقيقه 50 حاجه، بعد الدقيقه 50 حاجه تانية خالص. اوفر اول انا مبسوط ومستمتع ومتكيف، وربنا يا رب ما يقطعها عاده. وان شاء الله ان شاء الله نطلع الماتش الجاي بعد ماتش ايران نحتفل بالفوز ب7 نقط اول المجموعه باذن الله، عشان ناخد بقى فرقه من احسن توالت. وبيقول لك لو السنغال طلعت احسن توالت واحنا اول هنلعبها، فده بجد سيناريو لا اتمناه. يعني لو ده اللي هيحصل لا، فيا رب نصعد احنا احسن توالت، نخسر من ايران ونصعد كاحسن توالت. نشوفكم ان شاء الله بعد ماتش ايران واحنا كسبانين باذن الله باذن الله. وكان معكم احمد خالد، سلام.